السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل مهندس ومهندسة بيسمعوني. أنا مصطفى المصري ودي قناة المصري استوديو. إيه وظيفة الفانلايزر وإيه الفرق بين المصمم والفانلايزر؟ أسئلة كتير هنجاوب عليها النهاردة إن شاء الله. يلا بينا نخش على الدرس على طول. حابب بس قبل ما أبدأ معاك أقول لك إن شاء الله الحمد لله إن إحنا عملنا جروب على الفيسبوك، سميناه جروب عالم تصميم الباكنج. تقدر توصل له من هنا عن طريق الرابط، تدوس هنا، تخش على القناة وتدوس على الرابط، هيحولك إن شاء الله على الجروب الجديد بتاعنا. ده عالم تصميم الباكنج لأي حد طبعا يقدر يخش عليه ويشترك إن شاء الله ويرفع أي حاجة خاصة بالباكنج أو غير الباكنج، بس يركز على الباكنج بحيث إننا نقدر نرد عليه ونشوف الملاحظات بتاعته. فيما بعد إن شاء الله هطلب منكم تاسكات وهرفق لكم الحاجات دي في ملفات إن شاء الله نقدر نوصل من خلاله لأسئلة كتير ممكن ما نقدرش نجاوب عليها عن طريق اليوتيوب. ده طبعا الجروب لسه عاملينه الحمد لله، وبنرفع عليه كل الحاجات اللي احنا بنشرحها في الدروس اللي احنا بنقدمها. طبعا ده كان اول حاجة للمجال بالذات، وما كانش في حاجة نقدر نقدمها غير ان احنا نشتغل على ليه الباكنج تخصص. ودي الحمد لله الخمس تخصصات اللي احنا اتكلمنا عليها في الفيديو اللي فات، ودي الحاجات اللي المفروض تخلي بالك منها. وطبعا انت عارف ان الفيديوهات كلها مرتبطة ببعضها، في لينك بين الفيديوهات. يعني ما ينفعش تفوت فيديو وتتفرج على اللي بعديه غير لما تتفرج على اللي قبليه، عشان تربط عندك البنية التحتية للمجال يعني ان شاء الله. حابب برضو اقول لك على حاجة تانية. ده الصفحة الخاصة بي على الفيسبوك. برضو لو حابب تتابعني وحابب تعرف ايه الجديد عني ان شاء الله، تقدر تخش ان شاء الله، ويكون شرف لي انك تخش يعني وتتابعني باذن الله تعالى. لو حبيت تسأل في اي حاجة اكون عند خدمتك ان شاء الله تعالى. النهارده ان شاء الله كلامنا عن الفانلايزر وايه هو الفانلايزر واسئلة كتير حابب ارد عليها. لكن قبل ما اقول لك على الفانلايزر عايز اقول لك على الوجه المقارنة ما بينهم، وجه المقارنة ما بين الفانلايزر والمصمم، عشان تبني عندك الفكرة هل هو المصمم لوحده ممكن يشتغل وهل الفانلايزر لوحده ممكن يشتغل. ده اللي هنعرفه من خلال المقارنة البسيطة اللي انا عملتها لك دلوقتي. انت عندك هنا وجه المقارنة، هنا وجه المقارنة بين الفانلايزر والمصمم. قلت لك ان الاتنين مختلفين، لكن الهدف واحد، ان واحد بيعمل المنتج وبيصممه والتاني بيطلع وراه الشغل كويس جدا من غير اي اخطاء. بمعنى ايه؟ عندك هنا وجه المقارنة، هنا عندك المهمة الاساسية. المهمة الاساسية لمين؟ للاتنين. طيب هنا عندك المصمم بيبتكر الفكرة والشكل، بيطلع شكل علبة كويسة. هنا بيجهز الملف للتنفيذ والطباعة. تمام؟ يعني معنى كده افهم ان المصمم بيبدأ الاول يشتغل، بعد كده يبدأ يبني الفكرة اللي عايزها المصمم، بيبدأ يعمل أشكال، يبدأ يحط تكست، يبدأ يطلع ألوان كويسة، بيهتم بالشكل، الفكرة والشكل. يجي بعدين المهمة الأساسية عند الفينلايزر، يجهز الملف للتنفيذ والطباعة. إن شاء الله كل هدف من الحاجات دي أو كل حاجة من المقارنة دي هديك عليها مثال النهاردة إن شاء الله عشان يتضح لك الموضوع. هنا عندك التركيز، بيهتم بالجمال والإبداع. هنا بيهتم بالدقة الفنية، إن كل حاجة تطلع البليت كويس، كل حاجة كويسة من خلال الطباعة اللي هتطلع المنتج النهائي بعد ما صممه المصمم. تمام؟ هنا المهام، يعمل على الهوية وتكوين التصميم، الهوية البصرية اللي احنا اتكلمنا عليها في درس الفعل. عشان كده بقول لك إن كل درس مرتبط باللي قبليه، اللي قبليه مرتبط باللي بعديه، واللي بعديه مرتبط باللي قبليه، وكله مرتبط ببعض. تمام؟ فهنا بيعمل هوية بصرية وبيعمل تكوين تصميم اللي هو الكتلة والفراغ والتكوين والتباين. كل ده ان شاء الله هنعرفه فيما بعد. هنا لا، هنا الفينلايزر طبعا المهام بتاعته بيراجع المقاسات والالوان والقص. فافهم ايه؟ ان المصمم بيصمم وبعد كده يبعت لمين؟ يبعت للفينلايزر عشان يبدأ يشتغل على ملف الطباعة عشان يبدأ يطبع طباعة كويسة. هنا الهدف يركز على الشكل التصميمي النهائي، يعني ملوش دعوة بعد كده يحصل ايه، لا هنا طبعا الفانلايزر يركز على خروج المنتج بدون اي اخطاء. طبعا هديك مثال بسيط اوي 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 اوي. تعال بينا هنا كده مثلا لعلبة زي دي كده. بص العلبة دي علبة جات لي من مصمم. انا كده مفروض انا في الوقت ده هشتغل مصمم. انا عايز بس اقول لك على حاجة مهمة اوي.
انا لو انا بدي العلبه دي او بوري العلبه دي لاي حد، قول لي انت العلبه دي، انت وقف الفيديو كده وقول لي ايه العلبه، او قول لي في التعليقات ايه العلبه شكلها حلو ولا لا. طبعا هو هنا مصمم خدها صمم عليها واشتغل عليها بمية مية، وحس ان هو عمل حاجه كويسه. انا بقى كمصمم مصطفى، لما جالي العميل وقال لي يا مصطفى انا عايز اعمل علبه كويسه نظيفه اقدر اعرضها على الرف وتجيب لي زباين طبعا، فانا كان لازم يكون عندي اللمسه بقى. طبعا احنا ايه الفرق ما بينهم الاتنين؟ احنا قلنا طب هل ينفع الاتنين يشتغلوا واحد؟ اه ينفع المصمم يبقى فانلايزر والفانلايزر يبقى مصمم. لكن علبه زي دي شكلها الصراحه مش كويس، حتى هنا الكلام مش باين. يعني حتى انت لو جيت هنا مثلا يعمل على استخلاف المغذيات النباتية، يعني هتحس ان الكلام مش كويس. وهنا حتى في مشاكل في الكلام، تنشيط الجذور مع طبعا هنا في نقطة ناقصة بتاع زيادة. فطبعا اشتغل على قد امكانياته ده المصمم. انا هنا مش بقلل من قيمة المصمم، لا، في مصممين بيجيبوا لي الفايلات. انا كمصطفى فانلايزر ومسؤول عن قسم التجهيزات الفنية لازم ابقى حريص على ان الفايلات اللي تجيلي كويسة. واقول للعميل انا كفانلايزر، اقول للعميل او كمصمم في مطبعه او ايا كان، اقول للعميل في عندك مشاكل بتقول واحد اتنين تلاته. طبعا ده الفايل ده جالي تمام، اعمل ايه؟ ف يعني صممت الفايل من جديد وبدات اشتغل عليه من جديد. تعالى بص وصل لغايه فين بقى، بص المرحله. تعالى بقى كده ناخد الفايل. انا صممت الفايل ده تمام، صممت العلبه دي تمام. بص كده، انا في الاول وريتك الايه العلبه لوحدها. بص كده انت قول لي ايه رايك. مش انا كمصطفى تقول لي ايه رايك فيا، لا، يعني ده يزيدني شرف ويزيدني خبره. لكن انا عايز اقول لك دلوقتي ايه الفرق ما بين الاتنين. هتقول لي الشكل، اقول لك ومش مشكله، ايه يعني الشكل؟ شكل كويس ومحترم وحاجه تقبل. لكن عايز اقول لك في توزيع الكلام، الكتله والفراغ، في حاجه الاينمنت مثلا. هنا مش معمول الاينمنت، يعني يعمل محاذاه ما بين الكلام. هنا معمول محاذاه ما بين الكلام. هنا بص الكلام هنا متاخد ازاي، التركيب هنا لا، ان انا عملته بشكل كويس، بشكل يقبل، بشكل يريح العين، فاهمني؟ زي الكتله والفراغ والتباين والكلر جريدينت وحاجات كتير قوي، وكلر كوريكشن اللي هو المفروض تنظيم الالوان على على الفيديوهات. حتى لو كان حتى على التصميم، اي تصميم يستاهل تتعب فيه اتعب فيه تمام. فقال لي لا، اعمل لي تصميم كويس وبشرط ان هو ما يطلعش عن ما يطلعش عن المضمون. فكنت لازم اختار له حاجات زي دي تمام. اخترت نفس العلبة، اخترت نفس العلبة، خدت خدت الداي كات تمام، وبدأت اشتغل عليها التصميم بتاعي. طبعا بعد ما رجعت المقاسات طول وعرض وارتفاع، فبدأت اخد مثلا طول وعرض وارتفاع من هنا مثلا. عندك الطول اهون، ده الطول تمام، وده العرض وده الارتفاع، زي ان شاء الله ما هنعرف في فيديوهات جديدة ايه هو الطول والعرض والارتفاع. فانا هنا بس في الفيديو ده عايز اقول لك، مقصود كلامي في الفيديو ده انك ازاي تبقى مصمم وفانلايزر في نفس الوقت. ما تخافش، ما ترهبش الموضوع، ما تقفش عاجز، لا، استخدم كل قوتك. وانا اظن ان المصمم لما اشتغل هنا اشتغل بكل قوته، ما بخلش على العميل بحاجة، والا كان قال له لا انا ما اقدرش اعمل الحاجة دي. فانا هنا استخدمت طبعا امكانياتي وقدرتي وخبرتي، فقمت جايب هنا ده الطول تمام، وده العرض وده الارتفاع. خدت الفورمة وبدأت اشتغل عليها زي ما انتم شايفين كده اهو. بدأت اوزع البيانات، حطيت اللوجو بتاعه هنا، عملته فيكتور تمام. يعني ايه فيكتور؟ يعني حاجة ما تقبلش الراسترايز، يعني تبقى الحاجة ما تبكسلش منك. حتى انت لو جيت قربت كده اهو هتلاقي الخط ما بيبكسلش، مش زي الحاجه الراسترايز او الحاجه اللي هي بيكسل. وزي ما هنعرف بعد كده الفرق بين الفيكتور وبين البيكسل. فانت هنا عندك برضو استخدام الباركود والكيو ار كود. طب تعالى هنا بقى نعمل فصل تمام. هنا هي بس انا ايه بعمل لك اجمالا مش تفصيلا. طبعا تعالى هنا نعمل الفصل، لا هنا الاسود كويس تمام. طيب تعالى نعمل الاصفر هنا، لا كويس، الوان كويسه، الاحمر هنا كويس، تفهمني؟ فنبدأ نشتغل على الفايل زي ما انت شايف كده. فلما العميل يجي يقول لك صمم لي علبة، ما تخافش، اشتغل بكل مجهودك وبكل قوتك عشان تطلع حاجة نظيفة جدا 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 جدا. هنا انا استخدمت البيانات دي كلها، ما طلعتش عن عن المضمون خالص. وبدأت اعمل له هنا الالاينمنت مثلا، وبدأت اعمل له الخلفية زي الوش بالظبط، بس طبعا بحاجة اوباستي. وبدأت اعمل له اللوجو بتاعه من هنا، وده كان مهتم جدا هو باللوجو.
وبدأت استخدم حاجات كتير جدا جدا. نزلت طبعا الحاجات دي من فري بيك، وهنعرف ان شاء الله فيما بعد ازاي نصمم. وهنا مش بس احنا نعرف يعني ما بعد التصميم، لا انت تتعلم التصميم ان شاء الله. فانا هنا لما جيت كلمتك وقلت لك هو هنا بيبتكر الفكره والشكل، انا هنا برضو ابتكرت الفكره والشكل. يعني ابتكرت هنا الفكره والشكل. هنا مثلا جينا قلنا يهتم بالجمال والابداع، هنا برضو اهتمينا بالجمال والابداع. ليه لا؟ ليه ما طلعش حاجه كويسه تبهر الزبون، تبهر العميل، وتطلعه بشكل كويس، ويحط العلبه عنده على الرف تبقى حاجه جميله، وتجيب له هو زباين وهيجي لك تاني. انت فاهمني؟ طيب معنى كده ان انت على مصطفى ما طبعتش؟ لا انا طبعت. يعني عملت الفايل ده هو سي ام واي كي، وحطيت السينيوهات بتاعتي زي ما هنعرف بعد كده في مراحل الطباعه. حطيت السينيوهات، وحطيت هنا الكلر عشان كل زنجه بلون من ديا. تمام. وحطيت هنا الفورمه، وعملت بليد محترم حوالين العلبة عشان لما يجي يتقص ما يحصلش اي مشكلة. بس فهي الفكرة في دي. طب في واحد بقى ممكن تاني، يجي عميل تاني مثلا يقول لك ايه، بص كده معايا، يجي يقول لك ايه، انا عايز علبة زي دي. تمام. يجي لك كده مثلا في المطبعة ويقول لك والله انا عايز اصمم علبة زي دي. انا مديك البيانات طبعا مصطفى يا باشمهندس، انا عايز تاخد البيانات دي اللي هي الطول والعرض والارتفاع، واعمل لي شغل من ده. ده بقى هيجي النقطة تانية، وهي ايه وظيفة الفانلايزر؟ الفانلايزر في مجال التصميم والطباعة هو الشخص المسؤول عن تجهيز التصميم النهائي للطباعة او الانتاج بشكل احترافي بدون اخطاء. وده يعتبر مرحلة مهمة جدا بعد المصمم يخلص شغل الاساسي. انا هنا بقى في عندي يعني تعليق بسيط، هو اني انا فعلا فانلايزر وباخد الفايلات افاينلها على طول واشتغل عليها. لكن جالي تصميم زي ده، هو العميل فعلا بعت لي تصميم زي اللي انت شايفه ده. فده بعت لي صوره يا باشمهندس، انا اعمل ايه؟ فهنا انت بتتحط بقى في خانه الايه، لا يعني طلع لي اعمل لي تصميم زي ده، وحاول برضو ما تحدش عن الايه، عن الموضوع. طب تعالى بص كده، نروح للعميل بالظبط كده هو، ونيجي هنا علبه مارفل اهي. طيب ايه ده انت عملتها يا مصطفى؟ ايوه عملتها. صممتها من جديد؟ اه صممتها من جديد. طب تعالى كده ناخد الفايل من جديد كده ونعمل دراج اند دروب اهو، ونعرف احنا عملنا ايه بالظبط. هنكبر كده، هو بعت لك صوره يا باشمهندس؟ ايوه بعت لي صوره. طب هتطلع منها اللوجو ازاي، وهتطلع منها الدنيا ازاي، وهتشتغل ازاي؟ يعني انا ما اعرفش انت هتعمل ايه. بص يا سيدي، انت هنا خدت انا بقى التصميم دون، رسمته من اول وجديد، وطلعته على البرنامج الفيكتور، وبدات اشتغل. وان شاء الله نحاول نعمل فيديوهات من دي عشان ترفع من معنوياتك. وبدات اعمل له التصميم اللي هو عايزه. خدت هنا الطول والعرض والارتفاع 20 في 18 في 10. تعال بص كده نبص، هو هنا بيقول ايه؟ الطول هنا 18 اهو. تعال بص كده اهو، هندوس هنا كده مثلا في الريجه دي. تمام اهو. تعالى بص كده هنا في البروبرتيز هنا اهو، ماشي. هنا قايل لك كام؟ هنا قايل لك 18 هنا قايل لك الطول 20 اهو. ادي عندك هنا على اليمين اهو الطول 19 و8. ده طبعا يعني مش لازم يبقى بالظبط، لان في حاجات دي كانت كرتون، فكان لازم نشتغل عليها بشكل واقعي اكتر وبشكل مضمون اكتر عشان يقدر يقفل عليها العلبة كويس. تمام اهو العلبة هي، هو العميل طلبها، العميل جاب لي العلبة، انا كان لازم اشتغل عليها، كان لازم اطلع له المنتج اللي هو عايزه. ما ينفعش ان انا اقول له لا ما اعرفش. يعني يا استاذ مصطفى، يا باشمهندس مصطفى، انا ما ينفعش اقول ما اعرفش. ما ينفعش تقول ما اعرفش. لازم تتعلم انك ازاي تطلع العلبه اللي عايزها العميل. اهو دي انا قلبتها لك اهو، بص المنظر. بص هنا بقى انا عايز اقول لك على ايه. بص هنا الدايره دي كبيره قوي، انا هنا ما عملتهاش. يعني هنا ده الفايل بتاعنا. هنا بص العلبه ما عملتهاش كلها، فاهمني؟ اسف، ما عملتش الدايره كلها. هنا عملت الدايره ايه، حاجه بسيطه. انا قلت له ايه بقى كمصمم؟ قلت له انا مش هعمل لك الفايل كله بالظبط 100%. يعني مش هعمل لك العلبه كلها 100%، لازم هيبقى فيه تيفوهات، مش هقدر اوصل لك بنسبه 100%. قال لي خلاص، بس اهم حاجه تطلع لي شكل كويس، يعني طلع لي نفس الشكل. فانا هنا عملت ايه؟ عملت نفس الدوائر اللي على اليمين وخليته اسود. يعني خليته اسود هنا، بص هنا، بص على اليمين كده اهو
كده كده انت ريحت الفني بتاع الطباعه، كده يقدر يطلع لك لون كويس. يعني بص هنا انا فصلت الاسود اهو، وهنعرف ان شاء الله ازاي نعمل مرحله الفرز والفصل والمونتاج، دي مرحله كويسه جدا. هنا انا فصلت الفايل اهون، هنا عملت اهون الاحمر كويس. يعني هنا انت لو جيت فصلت الفايل كده ما بقاش فيه الا دول بس. فايل ايه؟ فايل 3 لون اللي انت شايفهم دلوقتي. طب الاصفر اهو، الازرق لوحده. طب خليك هنا معايا هنا اهو، خلي ده كده اهو، تمام. خليك معايا هنا اهو الازرق لوحده، تمام. هنا الاحمر خفيف اهو، هنا الاصفر. كل لما كانت الالوان مظبوطه ومية مية، هو ده انا بقولك عليه انك انا كمصطفى خدت الفايل وفاينلته، صممته وفاينلته لنفسي كمان عشان اطلع حاجه كويسه تعجب العميل. فهنا انا اجتهدت مع نفسي، اجتهدت مع نفسي. فمش معنى كده ان انا كفانلايزر ما ينفعش اشتغل مصمم، لا اشتغل مصمم، ايه المانع؟ فاهمني؟ طيب هنا عندك الفرز، دي هناخد مرحلة يعني هنجري فيها شوية وهنشتغل فيها شوية، بحيث ان احنا نوصل لمرحلة اكبر من كده، ونبدأ ناخد خطوة خطوة نقدر نشتغل عليها ان شاء الله. هنا عندك الخطوط، سواء الخط مفقود او مضروب. هنا عندك الالوان لازم تبقى سي ام واي كي. عندك هنا ده في مرحلة الفرز، مقاس العلبة طول وعرض وارتفاع. الكيو ار كود والبار كود ده اهم حاجة، لان دول لو ما قروش العلبة خلاص كده ايه، ما تعرف لهاش زي ما بيقولوا كده، ما تعرفلاش ملكه كده يعني، ما خلاص مش هيعرف يبيع منه. تمام. الكيو ار كود وده خاص بالويب سايت، وان اللي يسكان الكيو ار كود يحوله على موقع الشركه اللي مصنعه للمنتج اللي على العلبه. تمام. هنا الباركود نفس الكلام، ده عشان يعرف المنتج ده مسجل ولا مش مسجل. هنا طبعا دي مسؤوليتك جدا، يعني جودة الصور بيكسل ولا لا، لان مع الطباعة الصور لو ما طلعتش كويسة هتبكسل فهتبوظ. هنا اتجاهات العلبة ونوع التقفيل لعلبة العميل، رسم الفورمة لبدء التشغيل. كل ده حصل فين؟ كل ده حصل في ده كده فايل خاص للطباعة. كده يقدر يطبع يا باشمهندس، كده يقدر يطبع. كده دي الفورمة هي، تمام. ادي الفورمة اهي بالشكل اللي انت شايفه دون، تمام. عندك هنا البليد اهو معمول بشكل كويس جدا. هو عندك مثلا البليد هنا كام؟ هنا البليد نص سنتي، تمام. اهي 3 مش مشكلة، 3 مللي مش هتفرق، تمام. هنا عندك كده كده اصلا انا بقى لما صممت انا كده كده اللي هشتغل، فاهمني؟ فقمت مأمن نفسي وشغال على طول. في بقى فايلات تانية بتبدأ انت لازم تخلي بالك منها، زي ايه؟ زي مثلا حاجة زي شاي الادهم ده. احنا لو جينا مثلا فتحناه زي ما احنا شايفين كده، بصوا ده كده فايل جالي من العميل، تمام. ده كده فايل جالي انا فانلايزر، انا كمصطفى اعمل ايه؟ تعالى بقى بينا كده نفرز. المفروض الاسود ده يبقى واحد لون، خدها قاعدة في حياتك، الاسود لازم يبقى 4 ايه، يبقى واحد لون فقط. طب تعالى بقى كده ناخد واحدة واحدة. هنا عندك الفرز مثلا، هنا الخطوط سواء الخط مفقود او مضروب. هنا عندك ايه؟ عندك هنا الفايل مضروب، هنا الخطوط مضروبه. بص ازاي كده؟ طيب يعني طب تعالى بص كده، هو هنا باعت لك الفايل غلط، هنا باعت لك الفايل غلط، شايل ادهم ده غلط، ده المفروض ما يجيش كده خالص. المفروض يجي فايل بي دي اف زي ما انا فتحته لك كده. طب تعالى بقى نفتح دراج اند دروب كده، نعمل له لينك ونفهم يعني ايه بعد كده، وطريقه الفتح ان شاء الله نعرفها بعد كده عشان نعرف ازاي نتعامل مع الشغل. هنعمل مثلا هنا كده، هنيجي نعمل كنترول ان، نفتح اي مقاس مش مشكله، مش ده ضروري. واروح جايين عاملين شايل ادهم هنا كده، ونروح جايين عاملين دراج اند دروب. الله، الفونت ما ضربش. ايوه، ما ليه؟ عشان انا عملته دراج اند دروب. طب بص هنا، انا هنا كده ده بالنسبه لي صوره، يعني حتى لو دوست، بص انا عمال ادوس اهو، كليك كليك مش عايز ادوس ليه؟ لان هو عامل لينك، تمام. طيب انا بقى لو دوست على كده هلاقي فوق كده كلمه امبيد. لو دوست على امبيد هيجيب لي ايه؟ ميسنج فونت. يعني ايه ميسنج فونت؟ بيقول لي الفونتات دي كلها مش موجوده. فانت العميل باعت لي فايل مضروب اصلا. يبقى دي تالت مرحله، ان العميل باعت لي فايل مضروب. يبقى اول حاجه العميل باعت لي فايل لازم اصممه، اللي هو زي ده كده، تمام. لازم اصممه، تمام. فايل زي ده لازم اصممه. وحاجه تانية زي دون اصممه و اعمل له فصل وكل حاجه، تمام. وهنا باعت لي فايل انا لازم اشتغل عليه، لو تمام. فهنا انت عندك هنا هو الفايل. لو انا جيت هنا دوست على الفايل عشان ابدا اشتغل عليه،
وهنا بالنسبه لي صوره لينك، الاكس دي يعني لينك، فهدوس امبيد يعني تضمين، يعني خلاص. هنا بقى بقول له ايه؟ بقول له سيم تكست هاز بين اوت لاين. هنا هو هيحول بعض الحاجات لاوت لاين، هنفهم ان شاء الله فيما بعد يعني ايه اوت لاين. هنا اوت لاين اهو، يعني يعمل ايه؟ يعني هنا بص اوت لاين يعني مش هينفع الفونت ده اغير عليه. بص هنا حصل ايه؟ حصل هو ضرب، يعني هنا لما ضرب انا حولته كرييت اوت لاين لما دوست امبيد. فلو جيت قال للعميل هكتبه، اضطر اكتبه من اول وجديد تاني. طب في فونتات مش عندي، طول ما الفونتات مش عندي بيجي لي ميسنج فونت زي ما انت شفت كده، وبيجي لي هنا حاجات زي ما انت شايف، طول ما هي عليها هايلايت كده، طول ما هي الفايل مضروب. تعالوا بينا نشوف فايل تاني، مثلا فايل زي الراي ده كده، هو برضه نفس الكلام اهو، هو كده كويس تمام. طب انا عايز اشتغل عليه، عايز احرك صوره، عايز اعمل اي حاجه، ادوس امبيد هنا. بس دي الطريقه اللي ما ينفعش نشتغل بيها اهو. بص هنا برضو الفونتات مضروبه. يعني ايه مضروبه؟ مفقوده اهي. مش ده الفونت اللي عايزه العميل، مش ده الفونت اللي عايزه العميل، طول ما عليه هايلايت كده، طول ما هو مفقود او مضروب. فما كانش ينفع اشتغل غير لما انا احول الفايلين دول الى بي دي اف عشان اقدر اشتغل شغل كويس. فانا عايز اقول لك ان انت كمصمم فانلايزر، تعالى كده بقى ايه، ناخد نقطة نقطة. هو هنا انا قلنا ايه؟ الخطوط، لا الخطوط محتاجة تتظبط. هنا لازم الالوان تبقى سي ام واي كي. طبعا هنا بتفرق فتحتك للفايل. بص هنا فوق هتلاقي سي ام واي كي. طب تعالى كده ندوس كنترول ان لو عايز افتح. بص هنا هتلاقي طبعا اشتغل بالسنتيمتر طبعا. وهنا في الكالر مود لازم يبقى سي ماي كي. خلي الفيديو ان شاء الله هبقى احمل لكم الفيديو ان شاء الله، ابقى احمل لكم الحاجات البرامج ان شاء الله زي الفوتوشوب وزي الاستريتور وزي الديزاين ان شاء الله عشان تبداوا تشتغلوا عليه. هنا سي ام واي كي لازم يبقى فيه سي ام واي كي عشان الفايل لو ار جي بي مش هيبقى يطلع طباعه كويسه. عندك هنا برضو مقاس العلبة، لازم يبقى اتأكد من مقاس العلبة كويس. يا اما انا ارسم، يا اما انا ارسم العلبة، يا اما انا اشتغل على العلبة. يعني مثلا زي هنا كده باجي على برنامج الانج فيو، برنامج ديزاين، تمام، وببدأ ارسم انا الفورمة زي ما انا عايز. تمام. هنا بتبدأ على البرنامج ده انت هترسم الفورمة، يا اما بتبعت للراجل ترسم الفورمه. عندك هنا كمان الالوان، يعني لو هنا جينا كده اهو، بص الاسود ده لازم بواحد لون. طب خليه واحد لون ازاي؟ باجي هنا كده، انا بس ايه يعني بستعرض معاكم الحاجات اللي انت لازم تخلي بالك منها اهو. تيجي مثلا كده اهو الاسود، يا اما بتحذفه، تيجي من فوق من بره خالص كده، تمام، تدوس ايه وتروح معلم عليه وتروح دايس ديليت. تمام، اهو هو عامل بقى ليارين فوق بعض. طب تعالى بقى نفصل كده، برضه نفس الكلام. طيب هو عامل كده ايه؟ المربع ده بروح جاي هنا كده على الشمال كده. بصوا هنا كده دي نزل 4 لون غلط، الاسود لازم ينزل واحد لون لازم. هنا بروح مخلي السي واحد لون صفر. هنا ده السي ده اللي هو السيان الازرق، الام ماجنتا يعني احمر، اصفر يلو، يو يعني يلو يعني اصفر. وبعد كده ده البلاك، كي يعني اسود يعني بلاك. اهو 100 كده اهو، واحد دايس هنا كده اهو. بصوا بقى الفرق اللي هيحصل دلوقتي اهو. بصوا كده انا كده في مرحله الايه؟ مرحله الفرز، بفرز. انا جالي فايل من العميل ومش عارف اعمل ايه اهو، ببدا افرز. طيب الفونت زي دون، الفونت زي ده لازم يتغير، او اقول للعميل ابعت لي الفايل بي دي اف. لازم اقول للعميل ابعت لي الفايل بي دي اف. طب لو ما عنديش فايل بي دي اف، ببدا اتعامل معاه اخليه كرييت اوت لاين، وده اللي هنتعرف عليه فيما بعد. يبقى احنا النهارده ان شاء الله خدنا حاجتين مهمين جدا. ايه هو الفانلايزر؟ وعرفناه ان هو واحد مجال التصميم والطباعه، هو الشخص المسؤول عن تجهيز تصميم نهائي للطباعه او الانتاج بشكل احترافي بدون اخطاء. طيب وتعرفنا تاني على وجه المقارنة، الفانلايزر والمصمم. المصمم بيبتكر الفكرة والشكل، بيهتم بالجمال والإبداع، بيعمل هوية بصرية. كل ده بيعمله المصمم عشان يدي الفانلايزر. وضربت لك مثال بالتصميم اللي أنا وريته لك دون، اللي الحمد لله وافق عليه العميل واشتغل والحمد لله. طبع وعلق وحط منتجه على الرف الحمد لله. ودي يعني يعتبر إنجاز طبعا في البداية ليك إن شاء الله. بعد كده اتعرفنا بقى على موضوع الفرز، موضوع المونتاج. زي حاجة زي كده يعني عندك مثلا
زي ده كده. ده موضوع اسمه موضوع المونتاج، ان ده كده فورمة، دي فورمة. تمام. ازاي توصل العلبة من ده لده، ازاي العلبة دي، ازاي العلبة الفردية دي وصلت للمونتاج ده. طيب تعال نبص بصة كده برضو ناخد فكرة. تعالى كده نعمل فصل مثلا، هنيجي هنا كده عند استيبريشن بريفيو ونعمل. اه لا جميل ما شاء الله. طيب بصوا هنا بقى لما نيجي نفصل، بصوا هنا الاسود، بص على الحتتين دول، دي كده دي علبة لوحدها على الشمال، وده المونتاج بتاعي. تعالى بص كده لما نيجي نفصل الاسود، اولا الفورمه ما ينفعش تبقى كده ابيض يعني. بصوا هنا الالوان بتختفي، يعني هنا هتلاقي الالوان بتختفي. تمام. هنا الحاجات دي حاجات اللي هي الرسومات بتاعه العميل اللي هو المفروض يوضح بيها المنتج بتاعه. هنا بص هتلاقي الاسود بيروح، هنا الاسود راح، يعني واحد لون، يعني هيبقى رايق، يبقى جميل. تمام. قاعده لازم الاسود، اي حاجه اسود لازم تبقى واحد لون. بص هنا ما عملناش ليها واحد لون. طب لو حبينا نعمل، هنروح دايسين عليها كده. تمام. نفضل ندوس لغايه لما نوصل للصوره. تمام. وهندوس على اوبجكت، هندوس على edit، بعد كده edit color، بعد كده convert to gray scale. كده بقت واحد لون. طب ايه ده اختفت؟ ايوه، ما عشان انا هنا على اليمين ايه، فاصل اوفر برنت بريفيو اللي هو الفصل الفرز يعني قصدي. فاهمني؟ اهو كده احنا عملناها ايه، عملناها واحد لون يعني فرزناها، لقيناها نازله في الاربعه لون. طب تعال ناخد حاجه تانية مثلا اهو. فاهمني؟ كل ده بيسهل على عمليه الشغل، عمليه العميل. العميل كده بتسهل على التطبيع والطباعه ان هو يطبع حاجه كويسه. دي لو اربعه لون بتعمل حاجه اسمها هز. اهو هتيجي هنا مثلا اهو علمنا عليها ايديت اهو، ايديت، بتقول من ايديت، ايديت كولرز، بعد كده كونفيرت تو جراي سكيل، هتلاقيها بقت واحد لون اسود. طب انا عايز اعرف هي اتحولت ولا لا، اروح جاي فاصل هنا كده اسود، وهكذا بقى. طيب هنا عندك الالوان، عندك هنا الاسود هنا نازل محفور، ولو محفور مش هينفع يطبع. يعني بص هنا عشان انا لغيه، ده لو حرك من الصنايعي فبيبدا يعمل اللون الابيض ده، ما ينفعش، ما ينفعش يبقى موجود. ازاي نعمله كل ده ان شاء الله عشان ما اطولش عليك؟ كل ده نتعلمه ان شاء الله فيما بعد في مرحله جديده في التصميم. النهارده ان شاء الله كانت درس طويل وعميق، يعني نقدر ان شاء الله نوصل بين مرحله كويسه. طول بالك معايا وخلي بالك من موضوع الممارسه، انك لازم تمارس كل حاجه بايدك. ان شاء الله هنعمل لكم فيديو هرفق لكم بيه او معاه البرامج بتاعه التصميم اللي هو الفوتوشوب والاستريتور. ده اللي ان شاء الله نتعامل بيه، بس اكتر حاجه نتعامل بيها الاستريتور ان شاء الله تعالى. عندك هنا برضو عمل بليد نص سنتي، تعالى كده هو عمل بليد نص سنتي، عملنا ممكن 3 مللي وممكن نص سنتي، بس اكتر حاجه ممكن نص سنتي، بس عشان على حسب ورق العميل. هنا لا 3 مللي مفيش مشكله، اهم حاجه يبقى فيه بليد. طيب هنا تعالى وضع سينيوهات للضبط في الطباعه، تعالوا احنا كده خدنا الفصل الفرز، هناخد الفصل اهو حاطط سينيوهات، وهقول لكم ازاي نحط سينيوهات احترافيه بحيث ان هي تفضل للعميل. السينيوهات دي هتلاقي السينيو دون 4 لون حتى، بص لو جينا لغينا كده هو هتلاقي نازل في الاسود، وبعد كده نازل في الاحمر، كده نازل في الاصفر، بعد كده نازل في الاسود. فده ان شاء الله ده كده حاجه احترافيه. تمام. تعالى كده نشوف ايه تاني. عندك هنا عمل فايل بي دي اف لكل ما يخص جميع مراحل ما بعد الطباعه. وانت لو عملت سبوت او كفراج او بصمه، كل ده بنطلع ملف دي اف ان شاء الله هنعرفه فيما بعد. وبعد كده الفصل استخراج ملف بي دي اف اهو، ده اهو حتى هتلاقيني كاتب سي تي بي، حتى استنى اهو هتلاقيني كاتب اسم الشغلانه والسي تي بي اهو، الملف بتاعنا اهو، ده كده صالح للطباعه. طب فين فين بتاع الاسود ده اللي هو الداي كات فينه؟ لا ما لازم يتشال. ليه؟ لان هو لو ظهر في ملف الطباعه بيعمل مشكله، فهيطلع في الطباعه فيبقى شكله وحش، والعميل هيرفضه طبعا، هيرفض الشغلانه، لان دي اصلا دي علامه ارشاديه ان انت تحط تصميمك ويبقى بعيد عن اي حاجه. فده طبعا كان فيديونا النهارده ان شاء الله الفيديو بتاعنا. ما تكسلش انك تعمل سبسكرايب ولايك وشير بحيث اننا
يوصل لاكبر عدد من الناس. ان شاء الله في الفيديو اللي جاي نتكلم عن مواصفات الجهاز المناسب للشغل بتاعنا. وما تنساش تحفظ الحاجات دي، وما تنساش تعرف الحاجات دي، بحيث اننا لما نيجي نتكلم فيما بعد عن الحاجات دي اللي احنا شرحناها النهارده يبقى عندك استيعاب قوي وتراجع معايا على طول. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.